أهلا وسهلا فيكم من جديد. رح نعمل اليوم فطاير جبنة وسبانخ. طبعا رح نحتاج سكر وملح وخميرة بودرة ومي دافية و4 كاسات طحين. هلأ بنحط السكر مع بودرة الخميرة، حوالي معلقة خميرة، ونحط معها مي دافية ونحركهم ونتركهم على جنب. هلأ رح نحط الملح فوق الطحين ونحرك المواد الناشفة مع بعض. هلأ بعد ما اختمرت عنا الخميرة وطلعت الرغوة، بنحط الخميرة فوق الطحين وبنحركهم مع الطحينات. طبعا هن بيحتاجوا تقريبا كاستين مي دافيين، بس نوع الطحين بيختلف، فمشان هيك نحن ما رح نحدد كمية المي بالضبط. بنحط المي بالتدريج وبنبلش نعجن العجينة لحتى نحصل على عجينة متماسكة. بنضل منضيف المي شوي شوي بعدة اتجاهات، وهيك صارت العجينة عندي مثل مو شايفين عجينة جاهزة. هلأ رح كور العجينة وبدهن وشها بشوية زيت نباتي، وبتركها طبعا تقريبا ساعة كاملة لحتى تختمر، وبلش نشتغل بالعجينة. هلأ عنا هون سبانخ مفروم ومغسول، رشيت عليه ملح مشان يساعدني على اني افركه، لانه السبانخ بصراحة مو طيبة غير انك تفركها بايدك. عنا هون سبانخ، رمان، دبس فليفلة، ملح، كزبرة خضرة، توم وبصل ودبس رمان وزيت زيتون، وفيكن تحطولها شوية جوز بتعطيها نكهة طيبة. وهلأ بعد ما عصرت السبانخ راح أكون مفرمة البصلة والثوم، وطبعا منشفتن من المي، عاصرتن منيح مثل ما شايفين. حطيناهم فوق السبانخ وحطينا الرمان ودبس الفليفلة مع شوية زيت ورشة ملح ودبس الرمان مثل ما شايفين هيك هالمنظر الحلو. وهلأ هو أهم شي السبانخ شبعها بزيت الزيتون، ومنحركهم مع بعض، وهيك صارت عنا تتبيلة السبانخ جاهزة. هلأ راح نتبل الجبنة. أنا بالجبنة بختار نوعين جبنة أو أكتر. هون بختار جبنة بيضة وجبنة شلال. الجبنة الشلال بتعطيها مطة طيبة. بيضة، رشة فلفل طبعا، بقدونس مفروم ومنشف، معلقتين سمنة. هي المكونات تبع تتبيلة الجبنة. هلأ برشت الجبنات، شايفين صاروا ناعمين، ورح حط المكونات فوقهم. هلأ بحط البيضة ورشة الفلفل مشان ما تعطيه زنخة للبيض. وهلأ حطينا البقدونسات. تتبيلة كتير سهلة، بس عن جد إذا بتجربوها كتير طيبة. وهلأ رح نحط السمنة ونحركهم مع بعض، وهيك بنكون جهزنا التتبيلتين، السبانخ والجبنة. هلأ بهالوقت هاد صارت عنا العجينة جاهزة. رح نبلش بعجينة السبانخ، بفطاير السبانخ. منرق العجينة، بدكم بالإيد بدكم بالشوبك، هي حرية، بس أنا بحب فضل بالإيد، بحس أسرع وأريح لي. هون أنا حطيت شوية جوز مثل ما شايفين. وهلأ بنشكلها مثل ما أنتم بتحبوها. أنا بحب شكل السبانخ مثلثات. هيك تقريبا التشكيلة بالنسبة إلي حلوة. طبعا كيف ما بدكم بتشكلوها. بنحطها بصينية وبنكون محميين الفرن على درجة حرارة 180. هلأ بعد ما شكلنا السبانخ رح نشكل الجبنات. الجبنة بحب ساويها أنا طولية، وبحب أعملها مدورة، وكيف ما بدكم انتو بتعملوها. هاي الجبنة عملتها طولية، وهيك جهزت الجبنات، وعملت كمان مدورين تغيير شكل. وهلأ حطيناهم بالفرن، وما بيطولوا أبدا، بسرعة بينشووا، رح يكونوا معنا جاهزين. وهي الجبنات. وهيك خلصنا من الفطاير وصارت عنا جاهزة. ويا ريتكن قراب لإلكن تفضلوا تذوقوهم، عن جد طالعين كتير طيبين. وأهلا وسهلا فيكن، ولا تنسوني من دعمكن لإلي. أهلا وسهلا.